مو صدفة إنه السوري وين ما راح بيفتح محل أو بيدير بزنس أو بينجح بتجارة. التجارة جزء من هوية السوريين من مئات السنين، من أسواق دمشق القديمة لأسواق حلب. كان السوري معروف بدهائه، بحكمته، بمرونته بالبيع والشراء. بيعرف يقرأ السوق بسرعة وبيعرف يخلق فرصة حتى من الأزمة. الموضوع مو بس بيع وشراء، الموضوع ذكاء اجتماعي. السوري بيعرف كيف يكسب ثقة الزبون، كيف يحافظ على العلاقة، وكيف يحول الزبون لمحب للبراند تبعه. وهذا سر نجاحه بأي بلد بيدخله، من الخليج لأوروبا بتلاقيه دايما متصدر في التجارة. من منظور تسويقي، المهارة بالتجارة مو بس شطارة فردية، هي ثقافة مجتمع. وهون القيمة لما السوريين بيبنوا سوريا الجديدة رح تكون عندهم قاعدة قوية: خبرة تجارية متراكمة، عقلية مرنة، وروح تنافسية. طبعا إذا بنت على استدامة ونظام شفاف، هالمهارة رح تتحول من نجاح فردي لنجاح جماعي بيرفع اقتصاد البلد بالكامل.